يا لالا يا مستمعي الحكاية، هذه حكاية زمان فيها عبرة وغاية. اللي يزرع الريح يحصد غبار في النهاية، واللي يروى بدمعه يزين دربه بالنهاية. صلاة على النبي المختار شفيعنا يوم الحساب. حكايتي اليوم ماشي غير خرافة كتمشي مع الريح، ولكن هي حكمة مرسومة فوق الوان المليح. جلسوا رخيو الدينات وفتحوا القلوب، حيت اليوم غادي نسافروا لزمان كان فيه النية تغلب السحور والصدق يهرس جبال الغدر. وبسم الله بدينا وفي طريق الخير تلاقينا. كان يا مكان في قديم الزمان واحد الدوار بعيد مخبى بين الجبال والوديان، كانت عايشة واحد البنية سميتها مرجانة ما كانتش غنية بالمال، ولكن كانت غنية بالزين والرزانة والنية اللي ما تعرف الغدر. مرجانة كانت يتيمة وعايشة مع لالا الزاهية مرات باها اللي كانت في وجهها مراية وفوق فاها مبرد. لالا الزاهية كانت عندها بنت سميتها ياقوت، كانت ياقوت معكازة قلبها عامر بالغيرة وعينيها ديما على داكشي اللي عند مرجانة. واحد النهار جاو خطاب من القصر ديال السلطان كيدوروا في الدواور وكيقلبوا على البنات اللي تقدر تحل واحد اللغز، واللغز قديم باش تكون هي لالا العروسة. اللغز كان عبارة على خصلة من الصوف مشبكة اللي قدرت تسلكها بلا ما تقطعها وتخرج منها خيط صافي وسبولة مقادة، هي اللي قلبها بيض وتستاهل التاج. لالا الزاهية باش تطمع في الملك البنتها ياقوت خبات الصوف المزيان، عطات المرجانة الصوف اللي عامر شوك ووسخ وقالت ليها إلا ما كملتيش هاد الصوف قبل غدا الصباح غادي تباتي في الغابة مع الدياب. مرجانة بكات وشكات وقالت يا ربي نيتي صافية وانت اللي عالم بيا. وهي كتصوب طاحت ليها واحد الخلالة الذهب اللي كانت وصية من امها وسطك الصوف المشبك، وغير واحد شوية نزل واحد النور من السقف وبانت ليها حمامة بيضة هابطة حداها. الحمامة بدات كتنقر الصوف بمنقارها، كل شوكة حيداتها كترجع وردة، وكل عقدة تحلات كترجع خيط من الحرير. مرجانة بقات غير كتشوف ومبهورة بداكشي اللي كتشوف، ولكن الصدمة هي فاش لالا الزاهية طلات من الشق ديال الباب وشافت داك النور والخلالة كتشعل. غير شافت لالا الزاهية داك النور خارج من البيت وعينيها خرجوا بالنور ديال الخلالة الذهبية، والصوف اللي رجع حرير طار منها النعاس. تسنات حتى نعسات مرجانة من بعد عيا طويل ودخلت كتسلت بحال الحنش، وبكل غدر سرقات لالا الزاهية الخلالة الذهبية وبدلات الصوف ديال مرجانة اللي رجع رطب وعطاتها بلاصتو خنشة ديال الشوك ومشبكة ومعقدة كتار من الاول. وما كفاهاش هادشي، فقت في الصباح بكري وجرات على مرجانة من الدار وقالت ليها خرجي من داري يا وجه الشوم، الصوف ما تسلكش والنية بانت بلي كحلة، سيري للغابة لعل وعسى الدياب يربيو فيك النفس. خرجت مرجانة مسكينة ودموعها شلال، ما هزت معاها والو من غير نية صادقة ودعوات الخير
بقات غادة وتالفة في الغابة حتى وصلت لواحد العين، وجلست تبرد غضيضها. تماك بانت ليها نفس الحمامة البيضاء اللي كانت عاوناتها في الليل. الحمامة بدات كتحوم فوق راسها حتى طيحت ليها واحد الريشة ذهبية في حجرها. وصل المرسول السلطان لدار لاله الزاهية، دخلت ياقوت وهي لابسة أحسن ما عندها، وحاطة قدامها الصوف اللي سرقته أمها من مرجانة، ودايرة الخلالة وهي كتفتخر. ولكن غير بغى المرسول يقيس الصوف وعقعت حاجة غريبة. الصوف اللي كان حرير رجع في يدين ياقوت شوك قارص، والخلالة الذهبية ولات حجرة كحلة وسخات ليها قفطانها. المرسول عرف باللي كاين الغدر، ولقى يد ديالهم قال بصوت عالي: هادي ماشي مولات النية، مولات هاد الصوف قلبها كيشعل بالنور، وهاد الشي اللي قدامنا غير خديعة. والسلطان اللي كان متنكر في الزي ديال واحد من الحراس ديالو شاف الريشة الذهبية اللي في يد واحد من العساكرية اللي كانت حاطة المرجانة فاش هربات، وبدات كتحرك بوحدها وكانها كتدلهم على الطريق لوسط الغابة. والمرسول ومعاهم السلطان المتنكر تبعوا ديك الريشة الذهبية اللي كانت طايرة في السما بحال شي دليل كيوجههم. الريشة بقات غادة حتى وصلت للعين فين كانت جالسة مرجانة، وفي ديك اللحظة كانت مرجانة كتمسح دموعها وتوضى من الماء ديال العين، وشافت الخيل والفرسان تخلعات وبغات تهرب. ولكن السلطان اللي يبهروا زينها طبيعي والوقار اللي في وجهها نزل من فوق عودو وقال ليها بنبرة حنينة: يا للة البنات، لا تخافي لا تدهشي، جينا نقلبوا على مولات النية اللي كلامها صدق ويديها حرير. مد ليها لقيت ديك الصوف اللي كانت لاله الزاهية سرقتها، واللي رجعت في يد ياقوت شوك، وغير قاستها مرجانة بيديها. سبحان العلي العظيم، رجعت الصوف في الحين حرير صافي، والريشة اللي كانت في يد السلطان طارت ورجعت لبلاصتها في الخلالة اللي كانت معلقة في صدر مرجانة اللي كانت رجعت ليها بقدرة قادرة. وفي هذا الوقت كانت لاله الزاهية وبنتها ياقوت تابعين المرسول من بعيد، طامعين يصحوا الغلط. غير شافهم السلطان امر الحراس باش يشدوهم. لاله الزاهية بدات كتطلب وتزاوق، ولكن السلطان قال لهم: كلام كيتوزن بالذهب، اللي يزرع الشوك ما يحصد العنب، واللي يبني القصر على الغدر كيطيح عليه. امر السلطان باش يرجعوا لاله الزاهية وياقوت للدوار ويخدموا في الجنانات بحالهم بحال كاع الناس، باش يتعلموا باللي الرزق كيجي بالصدق ماشي بالحيلة. اما مرجانة فركبات فوق العود الملكي ودخلوها للقصر بعرس ما شافت بحالو عين وما سمعت به ودنين. 7 أيام و7 ليالي ديال التبوريضة والزغاريد والصدقة على المساكين. وتماك عاشت مرجانة مع السلطان في تبات ونبات، وعمرها نسات بلي ديك الخلالة والحمامة ما كانوا إلا رمز للنية الصافية اللي ربي ديما كينصرها. وهذه هي حكايتي، مشات من واد لواد وبقات حكمة الأحفاد والأجداد النية
الصافية هي اللي كتسلك مولاها من الضيق، والكذوب حبالو قصيرة واخا يطول الطريق. يا للا مرجانة في جبال الأطلس العالية، النية ديما غالبة العيب، والخلالة ذهبها ما يغيب. الحمامة بيضاء جات من السما، جمعت شملك بالخير والنعمة. هذه حكايتك يا مرجانة.